لماذا ذكر العنكبوت في القرآن بصيغة أنثى على الرغم من أنه ذكر؟ تقول الآية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. هل لاحظتم تاء التأنيث في كلمة هت؟ العنكبوت أم ذكر أم مؤنث؟ هل تقول هذه عنكبوت أم هذا عنكبوت؟ الصحيح هو هذا عنكبوت لأنه مذكر. فلما جاء خالقي بتاء التأنيث مع كلمة العنكبوت وقال اتخذت؟ أعاب الطاعنين في دين الله والمشككين، فقالوا هذا خطأ في القرآن والعياذ بالله. فقالوا نحوياً ولغوياً الصحيح أن يقال في الآية: كمثل العنكبوت اتخذ بيتاً، لأن كلمة العنكبوت مذكر. لكن شاء الخالق أن يترك لنا معجزة، حجة لتزيدنا يقيناً وتزيد الكافرين ذلة ومهانة. فجاء العلم الحديث ليثبت أن أنثى العنكبوت هي الوحيدة القادرة على بناء البيت والشبكة العنكبوتية. أما ذكر العنكبوت فلا حيلة له، يخرج فقط خيوط يستعملها للانتقال والتحرك فقط، ولا قدرة له على بناء بيت. فلو كان الله جل وعلا قال مثل العنكبوت اتخذ بيتاً، لكانت الآية خاطئة علمياً وبيولوجيا. لكن سبحان الله، جاءت تاء التأنيث لتوقر الإيمان في قلوبنا ولنعلم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.